السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي ديال موندوي ومرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. كنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم تكونوا في احسن احوالكم ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد المملحات اللي كيجيو ساهلين بزاف، بعجين مورقه اللي سهله وما فيهاش بزاف ديال الدليك وبحشوه اللي لذيذه. وغادي نحضر معكم الرايب المنزلي او لا دانون منزلي اللي كيجي عاقد وفي نفس الوقت لذيذ بزاف وبطريقه اللي سهله ودغيا كيوجد للسحور ديالكم. دونك خليكم معايا في الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال العجينه، عندي هنايا 550 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، عندي معلقه كبيره ديال السكر اختياريه، معلقه صغيره ديال الملحه، عندي واحد معلقه كبيره ديال الزبده ديال الاكل اولا ديال الطبخ، عندي هنايا واحد بيض ديال البيضه ونحتفظوا بالصفار الاخير، وعندي هنايا مايزينا للتورق، غادي نحتاجو غير واحد شويه للتورق، وغنحتاجو الزبده 200 غرام ديال الزبده للتورق حتى هي. من بعد ما تعرفتوا على المكونات اللي غادي نحتاجو للعجينه، دابا دوزت كنجمع هنايا العجينه ديالي بلا ما نحتاجو ندلكوها، غير نجمعوها بالماء بارد اولا ماء دافي على حسب الجو. صافي من بعد ما كتجمع لنا، دوزت انا هنايا قسمتها على جوج باش تجيني سهله في الخدمه، وكل نص غادي ندوز نعملو 100 غرام ديال الزبده، يعني عندي 200 غرام ديال الزبده قسمتها على جوج، وكل جزء من العجينه دوزت حكيت لها، دوزت لها هيدا الزبده في حكه رقيقه وحكيتها هيدا من فوق العجينه. هذه الطريقه كتجي فريمون سهله بزاف، والعجينه كتجينا مورقه وكتجينا هيدا فتيه ومقرمشه. فريمون هذه الطريقه جاتني انا سهله على الطريقه ديال التوراق اللي مولفين كنعملوها. من بعد هنايا دوزت كنرش لشويه ديال الطحين مايزينا اولا الدقيق ديال النشا. انا ديجا عدلت الجزء الاولاني راه هو غلفته بالسلوفان، ودابا دوزت كنعدل الثاني كنلوبي كيف ما شفتوا، كنلوبي شويه من هذا الجنب، كنبقاو ماشي متبعين، يعني شويه من هذا الجنب وشويه من هذا الجنب، يعني ثانيه من هنايا وثانيه من هنايا، كنبقاو ماشي مقادينهم حتى كنلاقيو العجينه، يعني راه الفيديو موضح راسو. صافي ومن بعد غادي ندوز عاوتاني نلويها بالطول بالعرض، صافي كيف ما شفتوا. وهنايا غادي نغطيها شويه بالسلوفان ونخليها ترتاح لي واحد شويه، عاد غادي نطلقهم بلا ما وجدنا الحشوه، نخليهم يرتاحوا غير بلا ما وجدنا الحشوه، بلا ما ندخلوهم للثلاجه لتا شي حاجه، نخليهم يرتاحوا غير فوق النورنيه ديالنا اولا فوق سطح العمل. صافي من بالنسبه للحشوه، دوزت قطعت هنايا واحد بصله كبيره، دوزت حمرتها شويش مع الزيت وضفت لها الكفته. بالنسبه للحشوه تقدروا تعملوا اي حاجه متوفره عندكم، بحال هاد المملحات نيتهم كنت عدلتهم بالصدر ديال الدجاج اللي كانوا جاو لذاذين بزاف، وتقدروا تعدلوهم غير بالخضره وتخلطوا معاهم التون ديال المطيشه اولا ديال الزيت، يعني كيف ما الحشوه كيف ما عدلتوها على حسب اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للعطريه غادي ندوز نعدل هنايا، درت شويه ديال البصل، معلقه صغيره ديال البصل، معلقه صغيره سكينجبير ما عامرينشي، معلقه صغيره ديال الكمون ديال الخرقوم. صافي غادي ندوز نخلط كلشي، ومن بعد دوز ضفت لاصوص ديال المطيشه اولا واحد كتاره كبيره ديال لاصوص ديال المطيشه، وهنايا عندي واحد جوج دروس ديال الثومه محكوكين. صافي غادي نخلط كلشي، ما غادي نديرو لا ما لا والو، غادي نخليو ديك الكفته طيب لنا في ديك الماء ديال البصله. صافي دوزت هنايا درت رشيشه ديال المعدنوس اليابس، ومن بعد ما وجدت لي الحشوه ديالي وخليتها تبرد لي شويه، صافي دوزت كنرش شويه ديال المايزينا وغادي ندوز نطلق العجينات ديالي. صافي ما نحتاجش نطلقهم، غنطلقهم مره واحده ومن تما غادي نبدا نشكل فيهم. صافي من بعد كيف ما شفتوا غادي نطلقها وغادي نحاول نقادد على البلاطو فين غادي نحطها، ولويت العجينه ديالي هيدا، يعني قادتها وقسمتها على حسب البلاطو اللي عندي مستطيل. وهاد المملحات كيجيو لذاذين بزاف، وحتى هاد العجينه اللي جبت لكم مورقه سهله وما كديش بزاف ديال الوقت، خصوصا دابا في رمضان، يعني كنبغيو نعدلوا شي حاجه اللي تجينا لذيذه و ميم طون سهله اللي ما ديناش بزاف ديال الوقت. صافي دوزت درت هنايا الحشوه ديالي من فوق ديك الطبقه الاولى ديال العجينه، حاولت نقادد ديك الحشوه باش تجيني مقاده ومتساويه، وصافي ومن بعد غادي ندوز نغطيها بهاد العجينه الثانيه اولا هاد المورقه اللي طلقتها.
من بعد هنايا قبل ما نعمل العجينه الفوقانيه دوزت كنعدل الشرائح ديال الفرماج ديال الساندويتشات. ديروا اي فرماج عندكم، حتى الفرماج محكوك كيجي مزيون اولا الموتزاريلا المحكوكه حتى هي كتجي مزيونه. صافي من بعد ما غطيتهم بهاد الفرماج الساندويتشات دوزت كنغطيها هنايا بهاد العجينه ديالي الثانيه. صافي كنغطي هيدا الطبقه من الفوق وصافي كنحاول هيدا نقدا اولا ديك العجينه اللي شايطه كنحاول نبرك عليها هيدا في الجناب باش الحشوه ما تخرجليش من الجناب. ومن بعد ما قدت الجوين بس ديالها اولا الجناب باش الحشوه ديالي ما تخرجليش دوزت قسمتها مربعات على هذا الشكل هذا باش ملي طيب لي تجيني ساهله ديك الساعه تكون ديجا مقسومه. صافي من بعد دهنت لها كيف ما شفتوا الصفر ديال البيض باش تحمر لي ودوزت كنزينها شويه بلوز ايفيلي والحبه السوداء. بالنسبه للفران هنايا ديجا خصنا نكونوا مشعلينه على 200 درجه من الفوق ومن التحت. اون فوا كندخلوا البلاطو ديالنا كنقصوا الحراره حتى ل 180 درجه باش كنخليوها طيب على خطره وتورق، يعني بحال اللي كنطيبوا المورقات كنقصوا العافيه كنخليوها مهيله وكنطيبوها او ميم طون من الفوق ومن التحت. وهنايا من بعد ما تحمرت لي كيف ما شفتوا انا ديك المربعات اللي خليتهم خاويين بغيت نعمرهم بالفرماج المحكوك ساعه كنت نسيت. صافي حطيتهم هيداك وصافي كيجيو هذا هو الشكل النهائي ديالهم وكيجيو لذاذين بزاف بزاف ما تشبعوش منه. وكنتمنى ان هاد المملحات اللي شاركتهم معكم هاد النهار ينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهذا الرايب او لهذا الدانون المنزلي اللي غادي نشاركو معكم اللي كيجي لذيذ بزاف وسهل وضيق كيتحضر وغادي نحضروا معكم، يعني النص غادي نعملو في طنجره الضغط اولا في الكوكوت والنص غادي نعدلو بلا طنجره الضغط. دونك خليكم معايا في لا فيديو. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج هنايا يطرو ديال الحليب وغادي نحتاج هنايا واحد دانون ديال الفانيل اللي غادي يكون عاقد، يعني من الاحسن دانون يكون عاقد. وعندي هنايا هاد الفانيلا بنكهه زهره البرتقال، ولا متوفرتش عندكم بامكانكم تاخذوا غير الفانيلا العاديه. المهم غير باش هذا الدانون ديالنا اولا هذا الرايب يجينا منسم بالروح ديال الزهر اولا بالفاني. صافي من بعد هاد الليطرو ديال الحليب غادي نعملو كامل وغادي نحيد منه غير كاس باش نخلطو مع داك دانون. المهم غادي نديرو هاد الليطرو الحليب وغادي نعملو مع هاد الروح ديال الفاني وديال الزهر اللي كتعطيه واحد المذاق مزيون بزاف. وبالنسبه للسكر حسب الذوق، انا عملت هنايا 2 معالق ونص تقريبا ديال السكر، ما كنبغيش يجيني حلو بزاف لان الا بغيتو تعدلوا معاه السيرو اولا شي حاجه فكتكون الحلاوه معتدله. صافي من بعد غادي ندوز هنايا نحرك الحليب ديالي من فوق النار مهيله حتى يغلى لي ويذوب لي داك السكر. وبالنسبه لهاد الكاس الحليب اللي خليته بارد فغادي نخلطو مع دانون مزيان حتى يندمجوا لي مع بعضيتهم وما يبقاوش مكونين ديك حبيبات، يعني نحاولوا نحركوا داك دانون مزيان مع الحليب. صافي من بعد الحليب ديالنا كيف ما شفتوا كنخليه كنقص عليه العافيه وكنخليه يحاول يغلى ونولي نعاود نغليه يعني شي 2 المرات ولا 3، يعني حتى كتطلع الغاليه ونولي نحرك باش تولي تهود الغاليه وتولي تطلع مره اخرى، يعني خصو يغلى مزيان باش كيجينا الرايب ديالنا ناجح. كيف ما شفتوها هو كيغلى دابا مزيان. من بعد طفيت عليه وحاولت نحيد هاد الرغوه اللي كتكون من الفوق غير باش ما يجينيش ما يخسرليش الرايب ديالي من الفوق. وصافي صافي وغادي نتسنى عليه هنايا حتى يبرد واحد شويه، غادي نصفيه بعدا. ومن بعد ما برد لي غير واحد شويه نخليه يبرد غير واحد شويه دوزت ضفت له هنايا ديك الخليط ديال الحليب مع دانون. صافي وهنايا دوزت كنعدلهم في الكويسات اللي غادي نخبعوهم في الثلاجه. بامكانكم ديروا غير الكيسان د العنبه العاديين، انا عملت هاد الكويسات حيت عندي ديجا بالغطيات ديالهم باش كيبقاو لي في الثلاجه مده طويله. صافي من بعد دوزت كنصفيه باش الا كانوا شي تكتلات ولا شي حاجه ديال الحليب ما كتبقاش. كيف ما شفتوا بامكانكم ديروا الكيسان اي كيسان عندكم.
صافي من بعد اللي ما كيبغيش يديرها في طنجره الضغط ولا في الكوكوت بامكانكم ديروا غير واحد الطويصه طاسه عاديه غادي نفرشوها بالفوطه ونديروا الكويسس ديالنا. انا غنجربها معكم يعني على جوج ديال الجهات ونغطيوها بالفوطه ونغطيو هاد الطاسه مزيان بواحد المنيطه صغيره وكنخليوها راه كينجحوا لنا واخا بلا كوكوت. وكاينه حتى الطريقه ديال الفران الا بغيتو ولكن انا كنفضل هاد الطريقه ديال الكوكوته اولا هاد الطريقه ديال الطاسه. يعني الا كانت عندكم طاسه كبيره نتوما غير كتفرشوا ولا شي فوطه هيدا سخونه باش كتبقى جامعه ديك السخانه في الرايب وصافي. وهاد الطويسات هادو اللي بقاو اللي خشيتهم هنايا في الكوكوته ودرت لهم المطايب صافي. من بعد غنخوي عليهم المطايب نعمر المطايب غير النص كيف ما شفتوا النص ديال الكيسان وغنغلق عليها ونخلي لها الصفاره ونخليهم يباتوا ليله كامله. هنايا كيف ما شفتوا لغدا من بعد ما باتوا لي ليله كامله كيف ما شفتوا هادو ديال الطاسه كيفاش عاقدين جاو واخا بلا كوكوت وبلا مطايب كيجيو عاقدين بزاف كيف ما شفتوا جاو ناجحين وميم شوز حتى ديال الكوكوت غادي يجيو ناجحين. وكانت هذه هي الطريقه ديالي في هذا الدانون المنزلي اللي كيجي لذيذ بزاف وفي نفس الوقت سهل واقتصادي. كيجي هيدا كتحليه تحليو به في ايام عاديه اولا دابا في رمضان تسحروا به كيجيو خفافين كيف ما شفتوا كاملين جاوني ناجحين وكيجيو عاقدين. وانا خليتهم ليله كامله يعني هما ضروري الا عدلتوهم بالنهار وكنتم محتاجينهم مثلا بالليل خليوهم 8 السوايع ديالهم يعني ماشي قل من 8 السوايع باش كيجيو عاقدين ويكونوا في بلاصه سخونه وصافي تعدلوهم هيدا تحت النورنيه اولا في شي بلاكار. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ودابا غادي نقول لكم بسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.